لما انا اترسمت مع ابونا بشوي قعدت اعترف عليه. يعني ممكن تكون حكايه ابونا بشوي دي اكسبشن، يعني ان احنا يعني عشنا حياه ما تتوصفش. عشناها يا ابونا، عشنا حياه يمكن تتقال في الكتب وتتعمل، لكن عشناها. يعني مفتاح شقتي اللي انا ساكن فيها كان مع ابونا بشوي، وادخل في وسط النهار ادخل الاقيه نايم في اوضه. وعشنا طول مدة وجودنا مع بعض ولا مرة اتحاسبنا على الفلوس، انت خدت كام، انت ليك. يقول لي انت معاك فلوس ولا ابونا معاك فلوس؟ عمرنا ما اتحاسبنا عليها. وفكرنا مرة من المرات جديا ان احنا ايه اللي بنضيع وقت ليه، ما نسكن في بيت واحد احنا الثلاثة، عشان نيجي اخر النهار نقعد مع بعض نصلي مع بعض. ليه بنضيع وقت؟ وما فيش حاجة مقفولة جوه القلب ابونا ما يعرفهاش خالص يا ابونا، لا, لا سر. فعشنا حاجة ما حدش شافها، ولا بين الأشقاء بين الإخوات بالجسد، ولا كنت ليا تونيا بلبس، لكن إذا جت قصيرة أغيرها مش بتاعتي. ومرة لبست فرجيت ونزلت، وبعدين هو بص في الدولاب ماليش غير بتاعتي فالبسها. وبعدين كنا بنبني الكنيسة أياميها، ولقيته واقف بيعمل كده في الجير، لقيت الفروجية نصها بقى أبيض. قلت أعمل إيه؟ قال بعلم واحد ما يلبسش حاجة مش بتاعته. فاحنا عشنا حياة مختلفة جدا. وأترجى من المسيح وأتمنى إن نعيش بانفتاح قلب، بحب لا يمكن يعبر عنه. وده السر، ده سر النعمة والبركة والحياة والخير. قال لي بعلم واحد